السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد مع بعض من فيديوهاتنا ازاي تشطب شقتك. وطريقه جديده النهارده في الفيديو ان انا بشارك حضراتكم الديزاين اللي انا بعمله، البلان بتاع شقه. كنت النهارده فيها معاينه، الحمد لله ربنا اكرمني فالشقه في للاسف فيها تقسيمه ملخبطه شويه. اماكن مهدوره جامد كتير جدا. فتعال نبص كده مع بعض احنا عملنا ايه، واشارك حضراتكم ايه اللي حصل في الديزاين بالظبط. ده الوضع اللي موجود عليه، اللي هو الاوريجينال بلان اللي موجود اسبلت زي الموجود دلوقتي. عندي من هنا يا جماعه بصوا باب الشقه. عندي الجزء ده، بصوا كده معايا، المفروض ان ده الريسبشن بتاعي، الجزء ده. فشوفوا الجزء ده كده داخل جوه، الجزء ده كله ديد يعتبر، الجزء ده كله ديد يعتبر. عندي هنا اخلاع وعندي حاجات عندي الاوض صغيره جدا زي ما حضراتكم شايفين. بصوا الاوض المساحات بتاعتها صغيره. عندي المطبخ يعني مش هقدر اقول كبير او صغير، ولكن عندي بصوا باب، وبعد كده باب تاني طلع على البلكونه، وباب بالبلكونه على الريسبشن. وعندي الحمام صغير جدا في العرض بتاعه، طوله حلو، بس طب اعمل ايه؟ فتعال نبص كده يا جماعه ايه الافكار اللي احنا عملناها عشان نغير الدنيا. يعني دايما عندي الصنايعي بيقول يا باشمهندس انت كل شقه تخشها لازم تكسر. يا جماعه مش يعني الواحد مش غاوي تكسير، بس تعال نشوف واحكموا اذا كان معايا حق ولا مش معايا حق. بصوا كده الشقه بقت عامله ازاي. بصوا الشكل الاولاني عامل ازاي. بصوا البلان التاني، شوفوا بقى عامل ازاي. بمنتهى البساطه الكلكعه اللي في الاوضه دي شايفينها، دي كل ده اتلغى، والاوضه اتربعت خالص بالمنظر ده زي ما حضراتكم شايفين. طيب انا عندي هتقابلني مشكله تانية، الباب اللي في الجنب. الباب اللي في الجنب ده لا، انا خليته من هنا، وكمان وسعت الحيطه لغايه تكون بعد الباب، بحيث اسيب من هنا كده متر، متر وعشرة. الباب بيبقى ب90، فاسيب من هنا متر، متر وعشرة مثلا، عشان يبقى اوسع الحمام. زي ما هنقول كمان شويه هستفيد ايه من توسعه الحمام. بجانب المطبخ يا جماعه المنظر ده الديد ده لا، انا رحلت. بصوا كده انا عملت ايه، شايفين الحيطه اللي كانت هنا اهي، رحلت هنا، فاستفدت كل ده بالمطبخ اهو شايفين. ونقلت الباب بتاع البلكونه من هنا، كمان الجزء بتاع الحمام بعد ما كان متر 75 لا ده بقى 2 متر 20. فسهل لي ان احط الشاور كده بالعرض بدل ما كنت احطه كده بالطول، فبالتالي اداني هنا مساحه حركه اكبر. اقدر احط فيها الحوض واقدر احط فيها الغساله. فقولوا لي كده رايكم بعد ما الدنيا اتعملت، معايا حق ولا كنت اسيبها كده زي الاول؟ فيديو جديد مع بعض ان شاء الله، فيديوهاتنا ازاي تشطب شقتك. سلام عليكم.